السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة الحواوشي الجبار، حواوشي الطاسة. يعني مفيش أسهل من كده ولا أسرع من كده، للي مستعجلة، للموظفة، للي محتاجة تعمل أكلة سريعة، غدا سريع، عشاء سريع. تعالي معايا وانت هتعرفي مكونات سهلة وبطريقة سهلة وبسيطة. طبعا مش هننسى سلطة المشويات الجميلة اللي بتتاكل مع الحواوشي اللي هنعمله النهارده مع بعض ان شاء الله. طيب يا حلوين، تعالوا كده بداية نعمل ايه. اول حاجة خالص عندي كيلو ونص لحمة مفرومة، وبعدين عندي كمان معلقتين فلفل احمر مفروم، معلقة فلفل اخضر مفروم، وعندي 3 بصلات كبار مفرومين، وحوالي 5 فصوص ثوم مفروم. طب ايه هي البهارات بتاعتي؟ هي عبارة عن معلقة صغيرة كزبرة، معلقة صغيرة كمون، معلقة فلفل اسود، وعندي كمان اقل من ربع المعلقة جوز الطيب، واقل من ربع المعلقة كبابة صيني، واقل من ربع المعلقة كمان جنزبيل، واقل من ربع المعلقة او اكتر شوية، يعني ممكن نقول الربع، قرفة. ما تنسوش تضيفوا معلقة ونص ملح. هنضيف كل المكونات مع بعض واعجنها واوريكم شكلها قبل ما نبدأ نحشي بقى في العيش بتاعنا الرهيب. هنا ضفت اهي المكونات بتاعتي اللي احنا اتفقنا عليها ولسه قايلينها. هبدأ اعجن زي ما بعجن للكفتة كده، برضو هي بنفس الطريقة كده اهو. لما اوصل لدرجة معينة هوريها لكم، هقف عندها، اللي هي اللحمة تكون تدخلت مع جميع المكونات اللي انا حطيتها لها وعملت خيوط كده، يعني خلاص، يعني عجينة بقت معجون كله في بعض، مش ظاهر اي حاجة من الحاجات اللي انا هحطها. هوريكم شكلها بعد العجن. دي بقى كده المرحلة اللي انا وصلت لها بعد العجن. شايفين؟ شايفين عاملة ازاي؟ عجنت كل حاجة في بعضها، بقت عجينة كده. وبعدين بعد كده ابدأ بقى اكورها كور كده على قد العيش اللي عندي كده. طيب وما انت هتحشيه العيش ازاي؟ تعالوا كده نشوف مع بعض العيش. العيش ده بجيبه من عند الخباز، بيكون زي ما انتوا شايفين كده مفرود، ويكون مفرغ من جوه، مش لازق في بعض الطبقتين دول. وافتحه بالطريقه اللي انت شايفاها دي اهو، فاضي. شايفين فاضي ازاي؟ بحيث ان انت تعرفي تحشيه زي الساندوتش كده. وبعدين نبدأ بقى هكور كل كورة على قد رغيف العيش اللي عندي كده. شايفين حجمها؟ وبعدين ابدا افردها. خليكم معايا كده شوفوا. حسيت ان الكرة بتاعتك كبيره شويه، شيلي منها، مفيش اي مشاكل. حسيتيها صغيره، زودي عليها برضه، مفيش اي مشاكل. طبعا انت وصلي للجوانب، لان كده كده ما تنسيش ان اللحمه هتكش معاكي، فهتلاقيها دخلت لجوه شويه، فانت وصلي للجوانب عادي، مفيش اي مشاكل يا بنات. او طبعا كل اللي بيتابعوني سواء كبار صغيرين رجالة ستات، كلكم طبعا خير وبركة. شايفين كده اهو شكله كده الرغيف اهو بعد ما اتعمل وبعد ما اتحشى. هروح بقى هعملهم كلهم، اخلص كل الكمية اللي عندي واوريكم شكلهم ازاي واحنا بنسويهم. كده بقى انا عملت كل الكمية اللي موجودة عندي، حشيتها لكل العيش اللي موجود بنفس الطريقة اللي وريتها لكم اهي. هاخدهم بقى واحد واحد ونروح بقى على الطاسة اللي هبدأ اسوي فيها. هنا بقى حطيت الصينية بتاعتي على النار. انت ممكن تحطي طاسة عادي، انا ما حطيتش طاسة بس علشان الطاسة هتاخد مني رغيف واحد. حطيت الصينية الكبيرة دي الحجم ده، بحيث ان هي تاخد مني 3 رغيفة عيش في المرة واحدة، ده علشان يعني ايه اسرع يعني من عملية التسوية. لكن انت عايزة تعملي في الطاسة تاخد معاكي رغيف عادي، مفيش اي مشاكل. طب وبعدين حطي بقى المادة الدهنية، ما تكتريش لان احنا مش بنقليه، لا ده هو يعني كده حاجة يعني يا دوب كده تسوي كده في الطاسة. طبعا احنا هنحط ايه بقى؟ هنحط شوية زيت، هي المادة الدهنية بتاعتي شوية زيت، وبعدين كمان هحط معلقة سمنة. طيب انا عندي زيت بس، خلاص حطي زيت بس. عندي عايزة اعملها بسمنة بس، اعملي بسمنة بس. المادة الدهنية دي على حسب ما انت عايزة، لكن الافضل اللي انا بحبه احط معلقة سمنة اهي، معلقة سمنة بلدي اهي، على
3 معالق زيت او معلقتين زيت، وهسوي فيهم الحواوشي بتاعي. طبعا سامعين صوت الماده الدهنيه بتاعتي بدات يطلع الصوت بتاعها اهو. على طول اجيب بقى العيش اللي محشي عندي وابدا انزل بيه اهو واحده واحده. هنا اهو خدت معايا الصينيه بتاعتي دي كبيره، خدت معايا هنا 3. طيب انت حاسه ان كميه الماده الدهنيه دي كتيره كده؟ لا مش كتيره ولا حاجه، احنا هنسوي فيها كل كميه العيش اللي عندي، وهوريكم الشكل بكمان 5 دقايق. طبعا انا موطيه النار، وبعدين كمان 5 دقايق اجيب حاجه وابدا ارفع بيها الماسك الشوكه اللي عندك، وابداي ارفعي بيها حرف الرغيف اللي عندك، هتلاقيه بدا يستوي. اقلبي على الوش التاني، يعني كل وش ممكن ما ياخدش معاكي اقل حاجه عندك 5 دقايق بالكتير يعني. هوريكم دلوقتي. هنا بقى بعد مرور 5 دقايق اهو جبت الماسك بتاعي ورفعت كده اهو، لقيته اخد معايا لون. وكمان ده بعد 5 دقايق يعني بدأ يدخل في السوا. طبعا هتعمليه على الوش التاني، على الوجه التاني اهو، يبقى معاكي كده خلاص. هو قدامه كمان 5 دقايق ويستوي معاكي ويبقى زي الفل وجاهز للأكل. هطلعه بعد مرور 5 دقايق، هوريكي الوشين وهخلص كل الكمية واوريكي شكل النهائي لكل الكمية الحواوشي الموجودة عندي. طبعا الحواوشي ما يحلاش الا بالسلطات. تعالوا كده نشوف مع بعض هنعمل احلى سلطات مشويات. عندي بداية هنعمل اول حاجة بابا غنوج، وبعدين سلطة خضراء، وعندي سلطة الطحينة. تعالوا كده نشوف بابا غنوج. بابا غنوج عندي بيتكون من اول حاجة عندي 3 بتنجانات متوسطين الحجم، لو عندك اكبر من كده مفيش اي مشاكل، اللي هو الرومي على حسب اللي هتلاقيه يعني موجود متوفر عندك. طبعا كل ما يكبر بيبقى فيه اللحم اكتر وافضل. عندي معلقتين فلفل اخضر مفروم، معلقتين فلفل احمر مفروم، معلقه توم مهروسه او 5 فصوص توم مهروسين، طماطمايه، ليمونتين. طيب ده كده البابا غنوج. ايوه. طب وبهاراتها ايه؟ بهاراتها عندي ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره، نص معلقه ملح او معلقه الا ربع، على حسب طبعا الكميه المتوفره عندك. طبعا انا بقول الكميه ديت على اساس 3 بتنجانات بس، طبعا الشطه دي حسب الرغبه. وعندي بقى اهم حاجه اللي هتتحط وتطعم بقى البابا غنوج، معلقه الطحينه اللي انا سايباها لكم فوقها على الوش دي، وهحط كمان معلقه خل. ده كده سلطه البابا غنوج. طيب عندي الحاجه التانية السلطه الخضراء، ودي انا عملتها معاكم قبل كده بس نعملها تاني. اول حاجه عندي طبعا عندي خيار متقطع قطع، طماطم متقطعه قطع طبعا قطع كبيره عشان تظهر، وعندي البصل متقطع جوانح. طيب وايه كمان عندي بقى البهارات بتاعتها عباره عن ربع كمون، ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره، نص معلقه ملح، والشطه برضو حسب الرغبه. طب عندك فلفل اخضر قطعيه برضو بنفس الحجم بتاع الخيار وبتاع الطماطم، وبرضو ضيفيه حسب الرغبه متوفر عندك. طيب وقد ايه؟ ومعلقه خل او معلقه ونص خل. النوع الثالث هو سلطه الطحينه. عندي سلطه الطحينه ربع كيلو طحينه، عندي كمان معلقه ونص خل او معلقتين خل، وهحط عليهم كمان البهارات بتاعتي اللي هي عباره عن عندي يا دوب طرف المعلقه الصغيره دي كمون، طرفها برضو كزبره، نص معلقه ملح صغيره، على حسب برضو الطعم يعني ما تكتريش بحيث ان انت لو ما تحتاجي تحطي. وطبعا الشطه دي برضو حاجه بسيطه جدا طبعا برضو حسب الرغبه. طيب وعندي طبعا اهم مكون ليها طبعا زي ما انا قلت لكم قبل كده اللي هو ايه؟ معلقه ونص خل او معلقتين خل. وفي بقى انا هحط لكم السر المره دي تبقى طعمها احلى ويعني وطعمه كده جدا، بمعلقتين زبادي. وانا بعملها هوريها لكم ان شاء الله. خليكم معايا هتشوفوا كل حاجه من الحاجات دي واحده واحده بالتفصيل ازاي اقدر اعملها. اول حاجه هنعملها بابا غنوج. بابا غنوج اول حاجه تاخديها وتبتدي تشتغلي بيها، تاخدي البتنجان اللي موجود عندك وتبداي تحطيه، يا اما ترصيه في صينيه وتحطيه في فرن بوتاجاز،
او تحطيه على الشبكه بتاعه الفرن. دي عندك كذا طريقه، كل واحد وطريقته. انا المره دي انا هشويها لكم على العين البوتاجاز بالطريقه العاديه جدا والتقليديه جدا، اللي هي اهو فتحت عين البوتاجاز وحطيت عليها البتنجان عادي جدا. طيب وبعدين هفضل واقفه جنبه، بصي كل دقيقتين ثلاثه، كل 5 دقايق تعالي بص عليه، ولما تلاقيه من الناحيه اللي انت سايباه عليها استوى، لفيه زي ما انت شايفاني كده بلفهولك اهو. لفيه وكل 5 دقايق تعالي ولفيه. مش هياخد في ايدك بالظبط الموضوع كله ما يكملش 10 دقايق ويستوي معاكي البتنجان، وبطريقة سهلة. وهوريكم شكله بعد ما يدخل في السوا شوية، وكمان وهوريكم شكله لما يستوي خالص بالشكل النهائي. ده شكله كده بعد ما استوى في الناحية اللي كانت على البوتاجاز نفسها. قلبته ووريتكم الشكل بتاعه، شايفين ده شكله كده. كده شوية كده هفضل وراه كل شوية أقلب على كل جهة شوية، وبعدين أوريكم الشكل النهائي. ده كده شكل البتنجان بعد ما شويته خلاص. طبعا استوى من كل جهة زي ما أنا وريتكم ازاي الطريقة. شايفين الطراوة طري جدا، طري يعني مستوي من جوه مفيهوش أي حاجة. طبعا كلهم كده طري جميل تحفة بجد يعني. طب أعمل إيه بعد كده؟ هقشره وأحطه في الكبة وأوريكم بقى ازاي هضيف المكونات واحد ورا واحد. ده كده شكل البتنجان بعد ما اتقشر، شايفين عامل ازاي؟ زبده كده، عامل زي الزبده، طري جدا والله العظيم، جميل جدا بجد. هوريكم بقى دلوقتي وانا بعمله واقطع واحط في الكبه. ده بقى شكل البتنجان بعد ما قطعته قطع كده علشان ابدا افرم بقى في الكبه. قطعته كده عشان يبقى سهل معايا، بس يعني ايه في عمليه الفرم. متقشر ومتقطع زبده اهو، شايفينه عامل ازاي؟ والله زبده بجد. بعد كده بقى اضيف المكونات اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده. كل المكونات اللي قلت لكم عليها كلها في الكبه مره واحده، واضربيهم بقى مع بعض ايه ضربه كويسه كده. طبعا لسه عندي الليمون، ابدا اعصر الليمون بتاعي كله زي ما انتم شايفين. عصرت الليمون، بعد كده بقى اضيف عندي معلقه كبيره طحينه اهو معلقه كبيره طحينه اهي زي ما انتم شايفين. ولسه بقى عندي اخر حاجه اللي هي معلقه الخل. بس كده بقى، وممكن ماشي كمان نص، بس خلاص كده. دلوقتي بقى هضربها ضربه كويسه بالكبه، هوريكم شكلها بعد ما تتضرب. هنا بقى انا ضربتهم كده ضربتين بالكبه. اضيف بقى عندي المكونات اللي هي البهارات اللي انا اتفقنا عليها. حوالي نص معلقه ملح، ربع معلقه كزبره، ربع كمون. الشطه ما تكتريش الشطه الا ان كنت بقى بتحب الحاجه حراقه، ما تكتريش الشطه لان ما تنسيش ان انت عندك الفلفل اللي انت حاطاه ده كله حراق، ما تكترش الشطه قوي. هضربه واوريكم. ده كده شكل بابا غنوج بعد ما انضربت في الكبه. كل المكونات اللي احنا اتفقنا عليها شكلها وطعمها لذيذ جدا. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده. عندي السلطه الخضراء. السلطه الخضراء بقى مكوناتها ايه اللي انا قلت عليها قبل كده، نقولها تاني مع بعض. جبت طبق، حطيت في الطبق ده نص كوبايه ميه. عندي بعد كده ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره، نص معلقه ملح، وعندي كمان معلقتين كبار خل. وبعدين بعد كده وشطه، طبعا برضو الشطه برضو حسب الرغبه. بعد كده هنزل باهم مكونين عندي للسلطه الخضراء اللي هو البصل والخيار. اهو البصل والخيار.
طبعا زي ما اتفقنا قلنا عندك فلفل ضيفي مفيش اي مشاكل. بس برضو الفلفل يكون بنفس الحجم بتاع تقطيع الخيار اللي انا عاملاه ده، وبنفس البصل. هتفضلي تقلبيهم مع بعض كده كويس لما تتجانس كل المكونات مع بعض. وبعدين يا ريت بقى كمان لو تعمليهم بايدك، تفركيهم بايدك، ده يعني هيبقى كويس جدا. يعني كده بالايد كده وتفركي كده زي ما انت شايفه كده اهو. اهو مش عايزه خلاص اعملي بقلبي بالمعلقه وخلاص. بس كده. وبعدين انزل بقى عندي بالطماطم. الهدف من ان انا افركها الفركه اللي انا وريتها لكم دي، ان البصل يختلط شويه مع المكونات اللي انا حطيتها، بحيث ان هو يرخي طعم كده، بيبقى حلو قوي في ميه السلطه اللي بيسموه الويسكي. الميه بتاعت السلطه دي جميله جدا، وانت بقى ايه بتاكلي الحواوشي او اي مشويات عندك. بكده نكون خلصنا السلطه الخضراء. تعالوا بقى نشوف مع بعض سلطه الطحينه. سلطه الطحينه تعمل ازاي؟ طبعا احنا عملناها مع بعض قبل كده في فيديوهات، لكن نقول تاني. طبعا انا حطيت هنا عندي ربع كيلو طحينه، وبعدين عندي كمان ضفت عليهم معلقتين كبار خل، وضفت عليهم اقل من ربع معلقه كمون، واقل من ربع معلقه كزبره، اقل من الربع يعني كده طرف المعلقه كده اللي هي المعلقه الصغيره. وعندي نص معلقه ملح، ما تنسوش معلقتين الخل. وعندي المكون بقى اللي هضيفه عليها وهيبقى جميل وطعمها تحفه، معلقتين كبار زبادي اهو. انا عملتها معاكم قبل كده بس ما كانتش بالزبادي، بس انا حبيت اضيف معاكم الزبادي المره دي ونشوف طعمها، لان انا لما جربتها بالزبادي طعمها تحفه برضو جميل اهو. تعالوا بقى اضربها بالكبه عندي لما تعمل الفوم اللي هتشوفوه دلوقتي، هيبقى شكلها جميل جدا. طيب وعندي ايه كمان؟ عندي معايا حوالي نص كوبايه ميه مغليه، ميه بتغلي انت غليتيها وهنبدا نشتغل بيها. هبدا اضيف حبه حبه لما اشوف توصل السمك اللي انا محتاجاه، اللي هو القوام اللي انا محتاجاه ده كده هوقف. يعني ممكن اخد النص كوبايه وممكن ما استخدمهاش كلها، هنشوف مع بعض. هضرب واوريكم دلوقتي. هنا بقى كده شفتوا انا ضربتها بالكبه، شايفين القوام؟ انا حاسه ان هي تقيله شويه. طب اعمل ايه؟ طبعا احنا ايه معايا نص كوبايه ميه مغليه، هاخد منها كده شويه صغيرين اهو. مش هكتر طبعا الا ما اضرب تاني واشوف القوام عامل ازاي وهوريكم النتيجه. ده كده خلاص بعد ما ضربتها بقى وحطيت لها هو يا دوب ما كملش 3 معالق ميه سخنه من اللي انا كنت عاملاها لنص كوبايه. خلاص وصلت للقوام اللي انا محتاجاه بقى. تعالي شوف بقى كده القوام عامل ازاي، لا هو سميك ولا هو خفيف. شايفين اهو؟ ده شكلها بقى بعد ما اتعملت، تحس ان هي عامله فوم كده. شوفي لا هي تقيله ولا هي خفيفه. حلوه جدا. طبعا الكلام ده مع السلطه ديت مع المشويات او مع الحواوشي زي ما انا عاملاها كده النهارده. كده احنا عملنا كل السلطات اللي عندي. بابا غنوج، سلطه الطحينه، السلطه الخضراء. اوريكم بقى شكل الحواوشي مع السلطات بتاعته، الشكل النهائي. ده كده بقى شكل سفرتنا النهارده بعد ما عملنا الحواوشي. في ما كملناش وقت وخدناش وقت اصلا في التسويه. زي ما قلنا كده في الاول، هو حواوشي المستعجلين، حواوشي الطاسه، في دقايق يكون خلصان. وطبعا ده زي ما انتم شايفين كده بقى عندي ديت السلطه الخضراء وسلطه بابا غنوج وسلطه الطحينه اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو. طب تعالوا كده نشوف بقى كده عندي الحواوشي ده بقى كده استوى. خلي بالك هو 5 دقايق على ناحيه و5 دقايق على الناحيه التانيه. والله استوى وتحفه وجميل ما فيهوش اي حاجه. شوفي كده ويا سلام بقى على الريحه. حاجه تانيه، شايفين اللحمه مستويه من جوه ازاي اهي؟ شايفين اهي مستويه اهي، مستويه وهو بقى من مستوي من جوه ومن بره ومحمر. طبعا دي مش كل الكميه اللي عندنا، لسه كمان بعمل كميه بكميه اللحمه اللي انا عملتها معاكم في الفيديو. اشوفكم المره الجايه على خير في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا حواوشي المستعجلين، حواوشي الطاسه. ما تنسوش تعملوا شير ولايك واشتراك في القناه. اشوفكم المره الجايه على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.